لو لسه فاكر انك ممكن تكسب الفانتزي بالحظ، فحب اقول لك انك غلطان. قوانين اتغيرت والنقط بقت بتتحسب بطريقه مختلفه وجديده. اخويا بالله عليك ما تزعلش. طبعا من اول واهم الحاجات اللي اتغيرت الموسم ده الخواص والشيبس اللي كانت عندنا دلوقتي بقت اكتر بكتير. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الطعابه والحلاوه دي؟ اقسم بالله. خلينا متفقين اننا الموسم ده لازم نلعبها بذكاء شويه عن كل المواسم اللي فاتت. عايزك تتابع معايا من اول ثانيه، عشان الفيديو ده ممكن يكون هو اللي هيفرق بين ان الموسم بتاعك يبقى موسم كارثي او موسم اسطوري ان شاء الله. بص يا نجم، لو داخل تختار اي 15 لعيب كده وخلاص وتحطهم في التشكيله بتاعتك، احب اقول لك لا، ان انت كده داخل تخسر. اللعبه نفسها السنه دي بقت معقده اكتر، واللي هيفهم التفاصيل اللي احنا هنقولها في حلقه النهارده هو اللي هيكون قادر يبقى فارق من اول اسبوع. بس تعالى نبدا باهم قانون اتغير الموسم ده، وهو قانون الديفنسيف اكشن. والقانون ده بقى عباره عن ايه بالظبط؟ القانون ده عباره عن ان المدافع اللي هيعمل 10 تدخلات صحيحه هياخد نقطتين. لكن خد بالك كويس قوي، القانون ده مش بس للمدافعين، كمان لعيبه الهجوم ولاعيبه خط النص لو عملوا 12 تدخل صح هياخدوا برضو نقطتين زياده. يعني مثلا لعيبه زي كايسيدو او انزو مثلا على سبيل المثال، اللي احنا كنا بنقول مثلا ما بيعملوش ريترنات هجوميه، لا، اللعيبه دي تدخلاتها في الماتش والتحاماتها واستخلاصهم للكوره هيبقى بعد كده عليه نقط تقدر تستفيد بيها، واللعيبه دي هيبقى ليهم قيمه من النهارده. الحاجة التانية بقى اللي هتكون معانا ان شاء الله السنة دي برضه هتسهل علينا حاجات كتير كانت بتتعبنا في المواسم اللي فاتت، زي مثلا الاسيستات دايما كانت فيها يعني عدم وضوح نقدر نقول شوية في موضوع ان اللعيب يتحسب له الاسيست او لا. لكن من الموسم ده الاسيست بقى اسهل بكتير. من الاخر اي كوره بتتسبب في جون بتتحسب اسيست. لو لعيب تسبب في ضربه جزاء ده طبعا اسيست، لو لعيب تسبب في فاول والفاول ده جه منه جون عن طريق لعيب تاني ده برضه اسيست. يعني خلاص ما بقيناش هنقعد نتحايل على الموقع عشان يدينا نقط الاسيست بتاعتنا. وندخل بقى على المفاجاه الكبيره، احلى حاجه هتبقى حصلت في الموسم ده بصراحه من وجهه نظري. كل خاصيه من الخواص اللي كانت عندنا سواء ويلد كارد او فري هيت او بينش بوست او تريبل كابتن هتقدر تستخدمهم في الموسم مرتين، مش بس مره واحده زي ما كان في المواسم اللي قبل كده. يعني معاك مثلا الموسم ده 8 خواص بدل ما كان معانا بيبقى 4 ولا حاجه في المواسم اللي قبل كده. وتخطيطك هو اللي هيصنع الفارق السنه دي. وحاجه كمان لازم تكون عارفها، وهي كمان اللي هتساعدك في انك تخطط لاستخدام الشيبس بتاعتك او الخواص اللي عندك بشكل كويس. هي ايه يا سيدي الحاجه دي؟ والحاجه دي هي انك هيكون عندك 5 تبديلات مجانيه قبل الجوله ال 16، وده هيكون عشان افريقيا. هيبقى عندك لعيبه زي صلاح او جاكسون او بارتي وامثله، يعني اللعيبه الافارقه اللي في الدوري الانجليزي. طبعا لو في فرقنا هنلاقيهم ان هم مسبب لنا مشكله، وكان ممكن ده يخلينا نبقى بنستخدم خاصيه من الخواص اللي عندنا مثلا زي الفري هيت او الويلد كارد لو عندنا لعيبه كتيره من اللي بتسافر طبعا تلعب في منتخباتها في الفتره دي. فاللعبه هنا سهلت علينا وادت لنا 5 تغييرات زي ما قلنا قبل الجوله ال 16، وده لازم يخلينا نخطط كويس للفتره دي. وحاجه كمان بقى، لو انت كنت جامد فعلا ومن الناس اللي بيحققوا رانك عالي كل سنه في الفانتازي او على الاقل الموسم اللي فات، يعني لو كنت بقى جامد فعلا هتدخل بطوله خاصه بالنخبه، هتلاعب ناس من مستواك، وده هيخلي اللعبه تبقى احلى واحلى كمان. ونيجي بقى للنصايح العامه للتشكيل. اياك تختار نجم كده وخلاص في المطلق. يعني مثلا ما تقولش انا هجيب بالمر، ما تقولش انا هجيب ساكا، ما تقولش انا هجيب فيرتس. يعني ما تقولش كده على لعيبه وخلاص ان انت هتجيبه من غير ما تكون باصص على شويه حاجات كده معينه هنقولها دلوقتي مع بعض. الحاجات دي اللي هي ايه؟ الحاجات دي هي انك تبص على سعره طبعا وفرصه في المشاركه وجدول فريقه. زي ايزاك مثلا جايب ارقام وفورمه وماتشاته كمان سهله، لا ده لعيب ايه لازم اروح اشتريه بسرعه يبقى في الفريق بتاعي. مثلا عندنا فرقه زي استون فيلا مدافع زي كونسا ب 4.5 مليون، لا ده لازم لعيب اروح جري اشتريه واخليه في الفرقه بتاعتي. جدول ماتشات سهل، وكمان كونسا احنا عارفينه بيزيد بيحط كره بالهيد من الركنيه. يعني لعيب بصراحه بسعره اصلا 4.5 مليون ده لقطه اننا نجيبه الموسم ده يبقى في فرقنا كلنا. لكن اهم حاجه في اللعيبه اللي نختارها لازم نكون متاكدين مليون في الميه من انهم بيشاركوا اساسي مع فرقهم. ونصيحه اخيره، لازم نبعد يا شباب عن اللعيبه اللي راجعه من الاصابات. يعني مثلا اوقات بيبقى في توقف دولي وبيبقى مثلا لعيب سامعين احنا اخبار عنه ان هو مصاب، بس في نسبه ان هو يشارك. ساعات بنروح نشتريه على امل ان هو يشارك. لا، في الحاله دي بقول ابعد عن اللاعب المصاب لغايه لما تتاكد ان هو شارك ورجع مسك فورمه تاني، وممكن في الحاله دي نشتريه. وكمان زي ما قلنا نبعد عن اللعيبه المهدده بالدك. وهقولها تاني وتالت ورابع وعاشر، نبص على اول 6 جولات من جدول كل فريق علشان نعرف كده نختار ايه التشكيله اللي هتزق معانا شويه في الموسم. فلو فرقه مثلا زي ارسنال عندها جدول ماتشات صعبه قوي قوي، مثلا اول 6 ماتشات، لا خلاص بلاش نروح نشتري النجوم بتوعها. وفي ناس تانية معوضه الكلام ده. يعني احنا بقى عندنا النجوم كتيره قوي في لعبه الفانتزي. يعني مثلا عندك ساكا، عندك بالمر، عندك مرموش، عندك في الفئه السعريه دي برونو، هتلاقي عندك ناس كتير في الفئه السعريه دي
وطبعا من فرق التوب. بس اخيرا كده حابب انبه على نقطه معينه، يعني بلاش نروح للفرق الكبيره لو جدولها برضو مش احسن حاجه. يعني مثلا فريق زي ارسنال مش لازم اروح اشتري ساكا، لعيب كبير ونجم وستار وكل حاجه، بس هتلاقي في فرق تانية فيها برضو نجوم كبيره، زي مثلا في السيتي مرموش بنفس الفئه السعريه تقريبا، وجدول ماتشاته اسهل. لا، ما اروحش اجيب ساكا واسيب مثلا مرموش. في الحاله دي اروح لواحد زي مرموش. ليه؟ جدول ماتشاته لو اسهل شويه اروح مع مرموش طبعا. وده مجرد يعني مثال للفكره اللي انا بس عايز اوصلها لك. واخيرا احب اقول لك ان الناس اللي بتبدا صح يا صديقي هم الناس اللي بيتصدروا في الغالب. فابدا صح وما تجريش ورا الترندات وخلاص. خد وقتك وشوف اللعيبه الرخيصه اللي ممكن تظبط لك تشكيلتك وتخليك تعمل تشكيله محترمه. وابدا بمعلومه، بلاش تبدا بعشوائيه كده وخلاص. ولو عجبتك بقى الحلقه ما تنساش تدوس لايك واشتراك في القناه، وتكتب لي كده في الكومنتات ايه هو اول لاعب دخلته تشكيلتك السنه دي من فانتزي البريمير ليج. وباذن الله كلها كام يوم وننزل بفيديو تاني ان شاء الله عن تشكيلتي النهائيه اللي انا بنسبه كبيره هبدا بيها الموسم. وكمان ان شاء الله مش هيكون فيديو فيه تشكيلتي بس، لا هيكون فيه تشكيلتين او ثلاثه، علشان برضه نفتح افكار كده كلنا مع بعض، ممكن حاجه تفيدك حاجه تفيد غيرك. لا ومش بس كده، ان شاء الله الفيديو ده هيكون فيه تشكيلتين او اكتر، ممكن تفتح للناس افكار تستفيد منها قبل بدايه الموسم. وعشان كده يا ريت تتاكد انك عامل لايك واشتراك في القناه، علشان اول ما فيديوهاتنا تنزل يوصلك اشعار بيها. بس المره اللي جايه عايز اشوف تشكيلتك تحت في الكومنتات. سلام.